في فيديو النهاردة هننفذ مع بعض شنطة كروشيه كبيرة. شفتها اتطلبت كتير على الفيسبوك والانستجرام الفترة دي، فحبيت انفذها معاكم. لو اول مرة تشوف القناة، انا فاطمة من قناة كروشيستا. قناتي بتهتم بتعليم الكروشيه. اتمنى ان شاء الله ان الشرح يعجبك. يا ريت لو الشرح عجبك والفيديو عجبك تدوسي على اللايك وتشتركي في القناة وتكتبي لي كومنت تقولي لي من اي بلد بتتابعيني، وكمان ايه رأيك في الشنطة بعد ما خلصت. تعالوا بقى نعرف مع بعض الخامات والادوات اللي انا استخدمتها. انا استخدمت خيط مكرمية مصري، استخدمت كيلو، هيتفضل منه حاجات بسيطة علشان ما شاء الله الشنطة بتاعتي كبيرة وطويلة. لو انت عايزة الطول اقل فانت هتقللي من كمية الخيط، واستخدمت مع الخيط ده ابرة مقاس 5. محتاجة منك بوري عشان اركبه للقاعدة، ونص متر بطانة، وكمان قفل معدن. وده شكل الشنطة من جوه. عملت لها كمان جيب داخلي للتليفون او للفلوس. نبدأ بقى ونسمي بسم الله ونشوف البداية بتاعتنا هتكون ازاي. ده خيط المكرمية المصري، والدرجة اللي انا استخدمتها هي الدرجة البترولي، والإبرة مقاس 5. اول حاجة هنعمل مع بعض وهنتعلم ازاي نعمل قاعدة مربعة بالغرزة اللي انتوا شايفينها دي. هو عبارة عن مربع الجراني، وانا بكبره بالشكل اللي قدامكم. هنعرفه مع بعض المقاسات، وهنعرف مع بعض المقاسات اللي انا بنفذها للمربع بتاعي. هنبدأ بقى ونسمي بسم الله. اول حاجة هعملها الدايرة السحرية. جوه الدايرة السحرية بسحب وبطلع خيط. هنا بقى هتعلم طريقة مختلفة خالص عن كل الطرق اللي انا اتعلمتها. هنا مفيش سلاسل ارتفاع في بداية السطر بتاعي. بسحب الخيط على فوق والف لفة خيط زي ما انتوا شايفين كده على الإبرة، وشوفي كويس اتجاه الخيط انا لفيته ازاي. انزل جوه الدايرة اسحب خيط. بصي معايا كام طرف، خلي بالك معايا مرة، والمرة اللي انا لفتها، وكمان المرة بتاعت دلوقتي 3 اطراف. بلف اطلع من لفتين من على الابرة، كده معايا لفتين الف اطلع من الاتنين. ده كده عمود بدون سلاسل ارتفاع. طريقة جديدة هتخلي الشغل بتاعنا منسق اكتر. بلف لفة خيط على الابرة بقى، خلاص بشتغل على العمود العادي بتاعي، واسحب الخيط اطلعه من الدايرة. معايا 3 اطراف بلف اطلع 2، معايا طرفين بلف لفة خيط واطلع من الاتنين التانيين. كده انا عملت 2 عمود ورا بعض جوه الدايرة السحرية. بعمل العمود التالت، بلف ادخل في الدايرة، معايا 3 اطراف على الابرة، بلف خيط اطلع من طرفين، والف خيط اطلع من الطرفين الاخر. كده انا اشتغلت 3 عمدان جوه دايرة سحرية. بعد كده هشتغل السلسلة التانية، وارجع تاني اشتغل 3 عمدان. معايا 3 اطراف بلف اطلع الاتنين، وبعد كده الف اطلع الاتنين التانيين. هشتغل 3 عمدان ورا بعض. بعد ال3 عمدان هشتغل سلسلة 1 2 2 سلسلة، وارجع تاني اكرر ال3 عمدان للمرة التالتة. عملت اول مجموعة، بعد كده سلسلتين، عملت تاني مجموعة سلسلتين، 3 اعمدة. بعد ما خلصت المجموعة التالتة هشتغل وراها سلسلتين 1 2، وانزل اشتغل تاني في الدايرة 3 اعمدة ورا بعض. كده انا عملت 4 مرات 3 اعمدة، وهعمل 4 مرات السلسلتين. بعد ما خلصت ال3 اعمدة هشتغل 2 سلسلة، واجي على راس العمود الاولاني اللي انا عملته. هتلاقي معاكي كده سلسلة متكونة من ضلعين، هتدخلي الابرة تحت الضلعين الامامي والخلفي. دخلت الابرة، هسحب الخيط الطويل من
السلسلة وكمان الغرزة اللي معايا على الإبرة. كده أنا خلصت السطر الأول في المربع بتاعي. من نفس المكان هطول الخيط وامسك بإيدي بصبعي، همسك الخيط من فوق من على الإبرة والف الإبرة من قدام الخيط كده معايا طرفين من الخيط، وانزل على راس أول عمود اللي أنا قفلت فيه، بدخل إبرة أسحب الخيط معايا 3 أطراف، بتلفي خيط تاني تطلعي من طرفين، اتفضل طرفين بتلفي خيط وتطلعي منهم. كده أنا عملت العمود الأولاني بدون ارتفاعات، شكله يشبه للعمود العادي. بعد كده ورايا 2 عمود هشتغل فوقهم 2 عمود تانيين، كده عمود ووراه عمود كمان، يبقى انا كده اشتغلت ال3 عمدان. هيجي على السلسلتين هلف خيط وادخل اخد عمود واحد والف خيط انزل اخد العمود التاني، بعد كده اشتغل 2 سلسلة وانزل تاني في نفس المكان اخد 2 عمود. وبعد كده جيت عند ال3 أعمدة اللي تحت هشتغل فوقيهم 3 أعمدة زيهم، كل عمود فوقيه العمود بتاعه. اجي عند السلسلتين بلف الخيط وادخل اعمل 2 عمود، 1 2، بعد كده 2 سلسلة وانزل تاني في نفس المكان اعمل 2 عمود، 1 2، وبعد كده اشتغل 3 أعمدة فوق ال3 أعمدة، 1 2 3. اجي على السلسلتين برضو هشتغل فيهم في الفراغ بتاعهم 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود، كله في نفس المكان، 2 عمود تانيين، 1 2. هلاقي ال3 أعمدة اللي من تحت هشتغل فوقهم 3 أعمدة، 1 2 3. هنا جيت لقيت السلسلتين هشتغل فيهم 2 عمود وسلسلتين و2 عمود تانيين. كده انا خلصت السطر التاني. هقفل السطر ده فين؟ اول عمود انا عملته في الراس بتاعته يبقى معايا فوق الابرة 2 ضلع امامي وخلفي، اهم حاجة بتدخلي الابرة وبتسحبي الخيط تقفلي بغرزة منزلقة. كده انا خلصت السطر التاني. هريح الخيط بتاعي لفوق وبعد كده امسك طرف الخيط بصبعي والف لفة خيط معايا طرفين، بدخل في نفس الغرزة تاني انا لسه قافلة فيها، اسحب خيط معايا 3 مرات، الف اطلع من 2 وبعد كده الف اطلع من ال2 التانيين. كده انا عملت اول عمود فوق العمود. هشتغل على كل عمود من اللي عندي تحت على العمدان اللي باقيه هنا، كل ما اشوف عمود هشتغل فوقه عمود زيه بالظبط لغايه ما اجي عند فراغ السلسلتين. في فراغ السلسلتين هدخل الابره واعمل 2 عمود، 2 سلسله، 2 عمود، وهنا هشتغل على كل عمود من اللي عندي فوقه عمود، 1 2 3 4 5 6 7 عمدان. جيت عند السلسلتين هشتغل في السلسلتين 2 عمود وراهم 2 سلسلة وبعد كده 2 عمود، وارجع اشتغل على ال7 عمدان اللي عندي تحت، 7 عمدان فوقهم.
جيت عند السلسلتين هشتغل 2 عمود، 1 2 وسلسلتين و2 عمود، واكمل الصف كله بنفس الطريقة. فوق ال7 أعمدة اللي تحت هشتغل فوقهم 7 أعمدة، واجي عند السلسلتين اشتغل 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود. هنا هشتغل فوق الأعمدة أعمدة زيهم اللي هما 2 عمود اللي اتفضلوا عندي، وبعد كده أقفل السطر زي ما بقفله في راس أول عمود وباخد فيها منزلقة. كده أنا خلصت السطر التالت. هطلع السطر الرابع، بسحب الخيط لفوق والف الإبرة وانزل في نفس الغرزة، أسحب خيط. بصوا معايا كام طرف، 1 2 3، ألف أطلع من 2، بعد كده ألف أطلع من الاتنين الأخر. كده أنا عملت العمود الأولاني. هشتغل فوق كل عمود من اللي هيقابلني عمود، وبعد كده اشتغل في السلسلتين 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود. هكمل هنا فوق كل عمود عمود زيه بالظبط. اجي على السلسلتين اشتغل 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود في نفس المكان. وبعد ما اخلص الركنة دي ارجع اشتغل على الاعمدة اللي متكونين عندي في الضلع الجديد. فوق كل عمود من اللي عندي هحط فوقه عمود. اجي على السلسلتين 2 2 2، افضل ماشيه كده لغايه ما اخلص لنهايه السطر، وافضل مكبره القاعده بتاعتي او المربع اللي انا بعمله لغايه المقاس اللي انا عايزاه. المربع طلع معايا على مقاس الشنطه اللي انا بعملها، طلع معايا حوالي 27 سنتي القاعده بتاعه الشنطه. بعد ما خلصت المقاس المناسب ده كده المكان بتاع القفله، هجرب معاكم القفلة تاني بالراحة وبهدوء. بتسحبي الخيط على فوق تريحيه، بتمسكي الطرف بتاع الخيط، بتلفي الإبرة من قدام لورا، تدخلي في الغرزة اللي انت لسه قافلة فيها، تسحبي خيط معاكي 3 أطراف على الإبرة، بتلفي تطلعي من 2، وبعد كده تلفي تطلعي من الاتنين الأخر. كده انت عملتي العمود بتاعك بشكل مميز بدون سلاسل ارتفاع. ده شكل العمود. تعالوا بقى نبدأ مع بعض تقسيمة الشنطة بتاعتنا. قبل ما نبدأ مع بعض التقسيمة تعالوا نعمل مع بعض القفلة بشكل صحيح. عشان انا هقطع الخيط، قطعت الخيط وسحبت الخيط بطوله، هاجي على اول غرزة سلسلة عندي هدخل الإبرة من ورا، اسحب الخيط على ورا، واجي على اخر غرزة انا طلعت منها الخيط ادخل فيها الابرة من ورا برضو في الضلع بتاع الغرزة الاخيرة من ورا، بدخل الابرة وبسحب طرف الخيط. الخطوة دي انا محتاجة 4 ماركات، وهبدأ دلوقتي اجيب العمود اللي في النص في الاعمدة بتاعتي، بعد الاعمدة وبشوف العمود اللي في النص، وابدأ احط العمود اللي في النص فوقيه مارك بعلمه. يعني لو دول 30 أو 31 عمود بتسيبي 15 و15 الناحية التانية، وأحط المارك في العمود اللي في النص. ال4 جهات بتوع المربع هعمل نفس الطريقة. بسحب خيط جديد واجي عند السلسلتين
بتوع الصدفة أو المروحة، وبسحب الخيط بتاعي، بطوله شوية، وبعمل الارتفاع اللي أنا بعمله، بلف الخيط على الإبرة وأدخل في الفراغ، أسحب أطلع خيط، بعد كده أطلع من طرفين والف تاني الخيط، اطلع من الطرفين اللي معايا على الابره. ده العمود اللي انا متعوده عليه. طب انا دلوقتي بقى اعمل غرزه تناقص، فانا بطلع من 2 بس وبسيب الاتنين الاخرى على الابره، وبلف لفه خيط تاني، وبدخل في الغرزه، اسحب اطلع خيط، معايا 4 اطراف، الف اطلع من الاتنين، اتفضل معايا 3 اطراف، بلف اطلع من التلاتة كلهم مره واحده. وده شكل غرزة التناقص. بعد كده هشتغل سلسلة واسيب العمودين اللي من تحت، ادخل بعديهم على طول بعد العمودين، واشتغل 1 عمود، وانزل تاني في نفس المكان، اشتغل العمود التاني. يعني انا اشتغلت 2 عمود في الفراغ ما بين الاعمدة، ملهمش مكان اصلا. تمام. بعد كده شايفين الأعمدة اللي عندي تحت، هشتغل فوق كل عمود عمود زيه بالظبط فوقه، لغاية ما اجي عند المارك اللي انا معلماه في النص. 1 عمود هنا، 1 عمود فوق كل عمود، هحط العمود فوقه بالظبط لغاية ما اوصل عند المارك، ونشوف بعد كده هنعمل ايه. جيت هنا عند المارك، هسيب العمود اللي قبليها والعمود اللي بعديها وادخل في اللي وراه. يعني انا سبت في النص هنا 3 عمدان، هنا كملت، سبت اخر 2 عمود، ادخل قبليهم على طول في الفراغ، وادخل الابره واخد في المكان ده 2 عمود مع بعض، 1 والعمود التاني، وبعد كده سلسله، وادخل في السلسلتين علشان اكمل بقيه الشغل بتاعي. هلف لفة خيط وادخل في الفراغ، اطلع خيط معايا 3 اطراف، الف اطلع من 2 واوقف، الف تاني وانزل في الغرزة، اسحب خيط واطلع من الاتنين، اتفضل معايا 3، الف اطلع من ال3 غرز اللي على الابرة. بعد كده هشتغل 2 سلسلة، واكرر تاني الغرزة، بتلفي خيط على الابرة، تسحبي تطلعي من 2 وتقفي، لفي خيط تاني، ادخلي في الغرزة، اسحبي خيط، اطلعي من 2 برضو تاني، اتفضل معاكي 3 على الإبرة، اطلعي من ال3 كلهم مرة واحدة. بعد كده هتشتغلي سلسلة وتسيبي العمودين اللي تحت، تدخلي ما بينهم بعديهم على طول، ما بين العمود ده والعمود اللي وراه في الفراغ هتعملي 2 عمود، 1 والعمود التاني في نفس المكان. بعد كده ببدأ أشتغل فوق كل عمود هيقابلني من السطر اللي تحت عمود زيه بالظبط، لغاية ما اوصل عند المارك اللي انا معلماها. هسيب المارك واسيب عمود قبلها وعمود بعدها، واشتغل على العمود اللي هو يعتبر العمود الرابع، بعد ما تسيبي ال3 عمود 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 فوق كل عمود من تحت عمود زيه من فوق.
هنا عملت اهو الضلع التاني وسبت ال3 عمدان، دخلت على الرابع على طول. افضل بقى شغاله لغايه ما يجي عند الركنه او الصدفه اللي انا بشتغل فيها. هكمل لغايه ما اوصل قبل ال2 عمود اللي بحط فيهم الشغل بتاعي. هنا هاجي قبل ال2 عمود وادخل الابره واخد ما بين العمدان 2 عمود مع بعض، 1 عمود والتاني برضو في نفس المكان. وبعد ال2 عمود هاخد سلسله وارجع بقى اشتغل في ال2 سلسله بتوع الصدفه، غرزه التناقص الاولى، طلع 2، بعد كده طلع ال3 كلهم مره واحده. بعد كده اشتغل 2 سلسله واشتغل غرزه التناقص تاني. اخد وراه السلسله وبعد كده بسيب عمودين من تحت وادخل ما بينهم بعد العمودين على طول اشتغل 2 عمود في نفس المكان. هنا برجع اشتغل على العمدان لغاية ما اوصل للمارك، وبعد كده بسيب 3 غرز، غرزة قبل المارك وغرزة المارك وغرزة وراها، وباجي على مكان الصدفة بعمل نفس اللي انا بعمله. تعالوا بقى نعرف مع بعض انا هقفل السطر بتاعي ازاي. هنا بحط قبل ال2 عمود ال2 عمود بتوعنا، تمام. بعد ال2 عمود باخد السلسلة اللي وراهم. المفروض هنا اهو كنت بشتغل الكلاستر و2 سلسلة كلاستر، انا عاملة الكلاستر اللي بتاعت البداية، يبقى انا كده فاضل لي واحدة كلاستر واحدة اللي هي التناقصات، وبعد كده المفروض بعمل سلسلتين وكلاستر. هنا انا مش هعمل السلسلتين، هنا هعمل غرزة اهو، بدخل في الغرزة دي، المفروض بدخل الابرة كده، بس هنا هشتغل غرزة نص عمود، بلف خيط على الابرة، ادخل في الغرزة، اسحب خيط معايا 3 اطراف، الف اطلع من ال3. ليه عملت كده؟ علشان ابقى في نص السلاسل، هريح الخيط وابدأ البداية بتاعتي اللي انا بعملها كل مرة، اللي هو العمود بدون ارتفاعات، بدون سلاسل ارتفاعات، واعمل اول عمود. طبعا بسيب اخر طرفين والف الخيط تاني، انزل في الغرزة، اطلع من الطرفين دول، اتفضل معايا 3 اطراف على الابرة، بلف اطلع من ال3 كلهم مرة واحدة. بعد ما بعمل دي بعمل سلسلة، بعد ما بعمل الكلاستر بعمل سلسلة، وبعد كده بنزل فين بقى؟ في سلسلة اتكونت معايا تحت اللي انا عملتها دي، بدخل فيها وباخد اول عمود وانزل تاني في نفس المكان اخد العمود التاني. وتعالوا بقى نشتغل على كل غرزة عمود هتقابلني عمود لغاية ما اوصل قبل اخر عمود، ونشوف التغيير اللي هيحصل في السطر الجديد. كل غرزة عمود فوقها عمود زيها. بقى هنا عند المكان اللي كان فيه 3 غرز اللي ما اشتغلتش عليهم، هعد 3 غرز قبليهم واخد الغرزتين اللي في الاول اعمل فيهم تناقص، بلف معانا لفتين، بلف تاني ادخل في الغرزة الجديدة، اسحب خيط، اطلع من اخر 2 انا عملتهم، اتفضل معايا 3 غرز على الابرة، بلف اطلع من ال3، اسيب بقى العمود اللي جاي
هنا في عمود في المجموعة دي مش بشتغل عليه، ولا العمود كمان اللي وراه في المجموعة الجديدة، وارجع اعمل تناقصين على الغرزة، على الغرزتين اللي بعد العمود، تناقص، وارجع اشتغل فوق كل عمود عمود زيه بالظبط لغاية ما اجي عند السلسلة اللي تحت. هنا جيت عند السلسلة اللي تحت بدخل الإبرة واخد فيها 2 عمود في نفس المكان، 1 2، وبعد كده اشتغل سلسلة وادخل في الفراغ هنا اعمل التناقص، اول 1، بعد كده 2 سلسلة، تناقص تاني، بعد كده سلسلة، واجي عند السلسلة اللي من تحت اخد فيها 2 عمود، مرة والتانية، فوق كل عمود من اللي عندي لغاية ما اجي عند المكان اللي في النص بسيب اخر 3 عمدان فيه، اتعامل فوق اول عمودين تناقص، واسيب العمود الاخير، واسيب العمود الاولاني الناحية التانية، وبعد كده اشتغل تناقص على الاتنين اللي وراه على طول. وبعد التناقص ده برجع اشتغل فوق كل عمود من اللي هيقابلوني فوقيه عمود زيه بالظبط، وافضل بقى ماشية ومكملة نفس الخطوات بنفس البداية بنفس قفلة السطر بنفس كل اللي انا عملته وماشي عليه السطر الاخير لغاية الطول المناسب ليا والطول اللي انا عايزاه. بعد ما بخلص الطول المناسب باخد اخر سطر عندي كده بشتغله غرزة حشو، وممكن ما تعملوهوش بس انا حبيت ان انا اخده داير ما يدور بغرزة حشو، وده شكل الغرزة بعد ما خلصت من النص في الغرزتين بتوع الكلاستر. وهنبدأ نعمل الدراع. انا هنزل اخد الدراع، والدراع هعمله بالعرض اللي انا عايزاه. الدراع هيطلع من 8 بتاعة الغرزة اللي فيها السلاسل. هشتغل بقى غرز حشو، انا هشتغل على عرض 1 2، يبقى العرض بتاع الايد اللي انا شغلاها 5 غرز حشو. بعد ما خلصت ال5 غرز حشو هطلع ارتفاع سلسلة واقلب الشغل بتاعي وارجع على ال5 غرز حشو 5 غرز زيهم، فوق كل غرزة هشتغل غرزة حشو، وهكذا لغاية ما اخلص الطول المناسب للايد اللي انا عايزاها. يبقى انا الايد بتاعتي عرضها 5 غرز حشو وبفضل شغالة عليهم لغاية ما اخلص الطول المناسب. انا دلوقتي هسيب الايد وابدا اشتغل في تركيب البوري. البوري ده عبارة عن زي الفوم كده بس امتن منه واقل من الجلد. ده بجيبه بدعم بيه الشنط بتاعتي، بيبقى بيتباع في المحلات بتاعة الأحذية. بقطع قطعة على قد القاعدة، شوفي انتي القاعدة بتاعتك كام في كام، على أساسها بتقطعي القطعة المربعة على قد المقاس اللي انتي عاملاه. هنا انا قصيت القطع على قد مقاس القاعده بتاعه الشنطه. هجهز بقى مسدس الشمع واكون مسخناه حلو جدا، وابدا الزق القطعه دي على القاعده بتاعتي. وانا بلزقها بمسدس الشمع احاول بعد ما اخلص احط عليها حاجه تكون تقيله علشان تثبت، اسيبها شويه علشان يثبت اللزق بتاع المسدس. بعد ما الزقها بقى الخطوه
اللي بعد كده انا دلوقتي هدخلها جوه الشنطة وابدأ ألزقها بمسدس الشمع. الخطوة الجاية أنا هبدأ أخد المقاسات بتاعة طول الشنطة بعد ما ركبت البوري. هجيب المزورة وأقيس الطول من أول التناقصات اللي أنا عملتها لغاية ال7. هقيس بالمزورة طلعوا معايا كام سنتي. طلع معايا الطول بتاعها حوالي 33 سنتي، ده الطول. الدوران طبعا أنا حسب ما عملت القاعدة بتاعة البوري. مثلا لو انا عملت القاعده بتاعت البوري 30، فانتي بتعملي على اساس الدوران بتاع قطعه القماش اللي انتي هتقصيها، يبقى 30 في 30 30 30، يبقى المجموع 120 سنتي اللفه بتاعت البطانه. هنا انا بقطع القاعده لوحدها وقطعت مقاس القاعده بتاعت القماش على القاعده بتاعت البوري بالظبط. والطول احنا قلنا من اول ال7 وانت نازله على تحت 33 سنتي، على اساسه بقص الطول بتاع القطعه 33 سنتي. اما الدوران بيتحدد على قد مقاس القاعده اللي انت قصيتيها. زي ما انا قلت لو القاعده بتاعتك 30 فانت بتقصي القطعه بالطول على ال120، لو القاعده بتاعتك 25 بتقصي القطعه بالدوران بتاعها على ال100 سنتي اللي هي المتر. بعد ما خلصت القص بتاع القاعدة وكمان القطعة بتاعة جسم الشنطة، هبدأ دلوقتي في الخياطة بالخيط والإبرة أو بالخيط بتاع الصيد الشفاف. هتبدأي دلوقتي تشبكي الأجزاء مع بعض. هنا لفيت داير ما يدور على القاعدة لغاية ما قفلت الجسم بتاع الشنطة مع القاعدة. بعد ما خلصتها هنا هاخد الطول كمان عشان أقفل البطانة كلها. دلوقتي بقى هبدأ أدخل البطانة وأتأكد من المقاسات وأجيب إبر من بره وأبدأ أثبت البطانة كده بالإبر. والأفضل في تركيب البطانة هنا إن انت تقلبي الشنطة على الظهر وتبدأي تلبسيها البطانة بتاعتك، وبالإبرة تبدأي تثبتي البطانة في الشنطة، وبعد كده بالخيط بقى والإبرة بتاع الصيد هبدأ أسرج البطانة في الشنطة. أنا هنا لبست البطانة للشنطة بتاعتي، هبدأ أتني وأحط الإبر علشان أثبتها وتبقى عليا سهلة لما أجي أخيط. ببدأ بقى أجيب الخيط والإبرة وببدأ أخيط على إيدي غرزة غرزة لغاية ما بخلصها من أولها لآخرها. بعد كده بقى بعمل ايه؟ انا كنت سايبه الايد ما كملتهاش، هبدا دلوقتي اطول الايد بالطول المناسب ليا. وبعد ما خلصت الطول المناسب هبدا اشبك الايد في الجسم بتاع الشنطه. هيجي برضو عند ال8 في ال5 غرز اللي انا بحددهم في النص، ببدأ أجيب الإيد ال5 غرز بتوع الحشو مع 5 غرز الحشو اللي في النص من عند الكلاستر والسلسلتين والكلاستر، بتاخدي كل غرزة مع اللي في وشها. وبعد كده بمشي على جسم الشنطة، أبدأ الإيد التانية. تعالوا بس مع بعض نقفل كده. باخد الغرزة الأولى في الإيد مع الغرزة في الشنطة وامشي غرزة منزلقة، اجي على الغرزة التانية بدخل في الإيد على جسم الشنطة، أسحب خيط منهم هما الاتنين واخد المنزلقة التانية، وهكذا في المنزلقة التالتة والرابعة والخامسة. بتدخلي الإبرة تسحبي من جسم الشنطة للإيد وتاخدي غرز منزلقة، بتقفلي الإيد مع الجسم وبعد كده تمشي غرز حشو لغاية ما توصلي للإيد التانية، تطلعي بالإيد في ال5 غرز وترجعي تعملي نفس التشبيك اللي أنا لسه شرحه دلوقتي حالا لغاية ما تثبتي الاتنين إيد. كده أنا مشيت وعملت الإيد التانية وبرضو قفلتها. همشي منزلقات مش حشو
حابة تعملي حشو تمام، حابة تعملي منزلقة زي ما أنا عملتها كده. أنا طلعت من الإيد بمنزلقة وكملت الناحية التانية. بعد ما شبكت الإيد الأولى مشيت منزلقات لغاية ما جيت عند التمانية الجديدة في الخمس غرز زي ما قلت. ببدأ أطلع منهم الإيد التانية، بتحدديهم 5 غرز بالظبط وتوسطنيهم. هبدأ بعد ما خلصت المنزلقات أشتغل بقى حشو. هنا دولت أنا اللي محدداهم، يبقى أنا هعمل 1 حشو، 2، 3، 4، 5، واطلع ارتفاع السلسلة واقلب الشغل بتاعي وابدا اطلع على ال5 غرز لغايه ما اخلص مقاس الايد الاولانيه اللي انا عملتها نفسه هيبقى في التانية، اللي هما 50 سنتي 45 سنتي حسب طول الايد اللي انت عايزاه. بعد ما بخلص ببدا انزل تاني على التمانية الجديده اللي هي هتعتبر الاخيره وابدا اشبك. بعد ما خلصت الايد هبدا دلوقتي اركب القفل المعدن اللي انا جايباه في القطعه الجلد. انا هركب فيها قفل واحد بالخياطة برضو بنفس الخيط اللي انا خيطت بيه البطانة اللي هو خيط الصيد. كده بقى بعد ما خلصت تركيب البطانة وقفلت كمان الايد، الخطوة دي انا هبدأ اعمل قلب تزييني احطه في الايد بتاعت الشنطة، الايد الاصلية اللي كانت على الفيس. عاملين القلب من الجلد، طبعا انا ما عنديش جلد فانا حبيت ان انا اعمله معاكم بالكروشيه واركبها في الايد. تعالوا بقى نعرف مع بعض ازاي هنعمل القلب ده بكل سهولة من نفس الخيط بتاع الشنطة. هنا هعمل دايرة سحرية وادخل جوه الدايرة السحرية بالإبرة، اسحب خيط واشتغل سلسلة 1، 2، 3، الف لفة خيط على الإبرة وادخل في الدايرة اسحب خيط. هيبقى معايا 3 لفات، اطلع من 2 وبعد كده اطلع من 2 وده كده عمود، يبقى 3 سلاسل وراهم عمود. تالت غرزة بلف الخيط على الإبرة وادخل في الدايرة اسحب اطلع خيط، معايا 3 اطراف، اخر طرف من على الحرف بلف خيط واطلع منه. كده اتفضل معايا 3، الف بعد كده اطلع من 2 وبعد كده اطلع من 2. هكرر العمود ده تاني، بتلفي خيط تدخلي في الغرزة تسحبي يبقى معاكي 3، تطلعي من اول واحدة بعد كده تطلعي من 2 وبعد كده تطلعي من 2 الاخر. بتلفي خيط على الابرة الغرزة الجديدة، تدخلي تسحبي خيط معاكي 3 اطراف، تلفي خيط تطلعي من اخر غرزة وتلفي خيط تاني تطلعي من الغرزة برضو الاخيرة، بعد كده تطلعي من غرزتين
ووراهم غرزتين. هكرر العمود ده تاني. بتلفي خيط على الإبرة، تدخلي في الدايرة السحرية، تسحبي تطلعي خيط، تطلعي من آخر غرزة، تطلعي بعد كده من 2، بعد كده من 2. ما كررتوش، أنا كررت اللي قبليه. معايا 3 أطراف، تطلعي من لفة، بعد كده 2، وبعد كده 2. لفي خيط على الإبرة، ادخلي في الدايرة، اسحبي طلعي خيط، بعد كده اسحبي من 2 ل2. ده العمود العادي. وراه كمان هشتغل عمود عادي تاني. بعد ال2 عمود دول كده انا عملت نص القلب. هشتغل 2 سلسلة، واشتغل وراهم 2 عمود عادي بلفة. بتلفي وبتدخلي جوه الدايرة السحرية، تشتغلي 2 عمود عادي ورا بعض، مرة والتانية. بعد كده هنعمل العمود اللي اتعلمناه. بتلفي لفة خيط على الإبرة، تدخلي في الدايرة، اقفلها شوية، اسحب خيط معايا 3، اطلع من اول واحدة، بعد كده من 2، وبعد كده من 2. الغرزة الجاية نفس اللي انا عملته، واحدة بعد كده 2 بعد كده 2. اللي جاية دي الطويل خالص. بتلفي لفة خيط على الإبرة، تدخلي في الغرزة، تطلعي من واحدة، وبعد كده واحدة، وبعد كده 2، وبعد كده 2. الغرزة الجاية بتلفي خيط على الإبرة، تدخلي في الدايرة، تطلعي من واحدة، بعد كده 2، بعد كده تطلعي من 2 الأخر. بتكرري العمود ده تاني، وبعد كده هتعملي العمود العادي اللي هو بلفة، تطلعي من 2 في 2 مرة، تشتغلي وراه 3 سلاسل، 1 2 3، وتنزلي في الدايرة السحرية، وتدخلي الإبرة وتسحبي غرزة منزلقة. كده احنا خلصنا القلب. بعد كده بطلع بقى السلاسل بتاعتي 3 سلاسل، بحبس بس الشغل بتاعي وبقفله، وبفضل بقى أعدل القلب واشد الدايرة بتاعت الدايرة السحرية. بفضل بقى بطول في السلسال بتاعي لغاية ما بجيب الإيد بتاعت الشنطة، وبشوف المقاس المناسب، وعلى أساسه بوقف الطول بتاع القلب. وبكده نكون خلصنا شرح الشنطة من أولها لآخرها. أتمنى إن شاء الله إن انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو تدوسي على اللايك، وتكتبي لي تعليق تحت الفيديو تقولي لي من أي بلد شفتي الفيديو بتاعي، وإيه رأيك في الشنطة بعد ما خلصت. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس.